اغلبنا لما بيشوف شوربة اسيوية بيبقى عايز يجربها، بس بيبقى فيها مكونات كتير مش عارفينها ومش موجودة. عشان كده في الفيديو ده هديلكوا بدايل لكل الحاجات، وكمان هنعمل معجون الفلفل الحار الاسيوي في البيت. وطعم الصوص ده قريب قوي من جو تشولجانج، فهتقدروا تستخدموه في الوصفات الكورية لما تيجوا تعملوه. المكونات هتلاقوها موجودة بالتفصيل تحت الفيديو، ما تنسوش تبصوا عليها. خلوني احكي لكم شوية عن اصل الطبق ده. الطبق ده بيعود الى بائع الطعام المتجولين في مقاطعة سيتشوان في الصين، اللي كانوا بيحملوا مكونات النودلز والصلصة والاطباق على عصا خشبية على اكتاف، والعصا دي كانوا بيسموها دان دان، ومن هنا جه اسم النودلز دان دان نودلز. ولما وصلت لليابان عدلوا الوصفة عشان تناسب اذواقهم، فضافوا مرقة كريمية مصنوعة من طحينة السمسم، ودي النسخة الاخيرة اللي احنا بنعملها دلوقتي، وسموها تان تان من نودلز. وبالنسبة للإضافات اللي على الوش فهي مش أساسية، تقدروا تحطوا أي حاجة انتوا بتحبوها. ممكن كمان تستبدلوا السبانخ الصيني بالسبانخ بتاعتنا عادي. وبالنسبة للنودلز، لو مش متوفر رايز نودل ممكن نعملها بمكرونة الرامن الكوري أو حتى بالإندومي، طعمها بيبقى أحلى كمان من رايز نودلز. حبيت أختار طبق يبقى مكوناته كلها سهلة اللي احنا نعرف نبدلها، وبجد طعمه حلو قوي، لازم تجربوه. واكيد ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقة السابعة من سلسلة حاجة دافية.